طبعا دي مش رجل خروف يعني. دي مش رجل خروف يا حاجه، تذبحي مين؟ ذبحي مين؟ الموزه مش عايزه تفك يا عم صبحي، غير اللي احنا بنشوفها في الفيديو. عم صبحي اللحمه مش هتطلع بامانه الله. ايه ده ايه ده؟ هو السواد ده طبيعي ولا ايه؟ ولا ده بيبقى في البتلو؟ اهلا بيكم في مقارنه احسن موزه ضاني في مصر يا جماعه، واولهم قصر الكبابجي وب 830 جنيه الموزه اللي هي المفروض وجبه لفرد. وتاني واحد معانا حجوجه، وتالت واحد حضرموت عنتر، ورابع واحد لسه ما جاش هو صبحي كابر. وصبحي كابر يا جماعه علم من اعلام اللي كان بتعمل الموزه الضاني وانا طفل صغير، يعني شاب كده. اول ما بدات اخرج مع اصحابي وابقى كده روش، كانوا بيقولوا لي تعالى ناكل في مطعم اسمه صبحي كابر في شبرا بيعمل موزه ضاني. وكان البرنس اللي فينا يعني الغني يطلب موزه ضاني، الغلبان مثلا كده لو واحد زي حالاتي كان يطلب نص فرخه، طاجن مش عارفه ايه باللحمه. لكن البرنس اللي فينا كان يقعد ويطلب موزه ضاني. يقول له انت ابن ناس يا ابني، في ايه؟ انت جاحد كده ليه؟ فالنهارده هنقارن الموزه الضاني واحسن واحد يطلع فيهم في مصر، هنقول ان هو دوت يستحق يبقى رقم واحد دلوقتي. يلا بينا نبدا بمين؟ هنبدا بقصر الكبابجي. ولأول مرة في مصر هنوزن الموزة الضاني، لأن أنا بحب الهوبر في المقارنة دي. وأول واحد نبدأ بيه قصر الكبابجي ب 830 جنيه. وأنا مش عارف هو كاتب لي توصيل 140 جنيه، هو بعته لي في طيارة ولا إيه؟ يعني أنت يا عم الحاج جايبه لي في طيارة عشان تبعته لي ب 140 جنيه توصيل؟ نكدت على 140 جنيه دول بجيب نص فرخة هتغدى يا عم قصر الكبابجي. أنا غلطان إني دخلتك في المقارنة. إيه يا عم؟ ايه طبقات؟ فتة موزة ضاني. تعالي بقى كده حبيبتي عشان نوزنك. صفر لي الطبق، طبق متصفر، ونحط الموزة بتاعتنا على الميزان. هوبا، نص كيلو 515 جرام، يعني حوالي ربع كيلو لحم. مش عارف هي عرقانة كده ليه من عند قصر الكبابجي، ولكن ايه نفتح ونلوق. بسم الله. والموزه هنا جاي عليها خضار كتير، فلفل وجزر كتير قوي، وتحتيهم شويه رز بسمتي لا يذكروا، ومعاه الرز المصري بالفته، وهو حاطط كده الفته لوحديها. هندوق الاول الفته ونشوف طعمها ايه. في من تحت عيش، في من تحت عيش محمص، بس هو اتلدن يا عيني عقبال ما جه. طعم التومه مش واضح في الفته دي، تحس انها صلصه كشري شويه، ولكن الرز طعمه معقول. هنقارن هنا سعر الموزه وطعم الموزه، وهل في ريحه زفاره في الضاني بتاعهم ولا لا اي محل منهم، والفته بتاعتهم اخبارها ايه. المفروض التسويه تبقى في المطاعم اللي بنشوفها في الريفيوهات ان الموزه تعمل كده تتقطع كده. واحنا تقريبا صبحي كابر جه وصل. طيب اقفل، هات صبحي كابر ونيجي ونقول لصبحي كابر الحمد لله على السلامه، هو وصل بره وبعد ساعه ونص يا جماعه. المفروض ان دي يبقى انا كل ده بخلع بالمعلقه، يعني انا اللي انا عملته ده مفيش اي اجتهاد خالص غير بالمعلقه. دي حته لحمه على دهنه، بسم الله. طيب بصوا، هي لحمتها يعني ماسكه شويه بقى، هنا كانت ماسكه شويه، ولكن في اللحمه بص دايبه خالص، يعني اللحمه دايبه خالص، ولكن مش الدايبه الذوبان بتاع المندي. في فرق كبير ما بين دي ودي للامانه. طعمها عامل زي ما يكون بايته، لحمه بايته، هي طريه ودايبه وجميله وكل حاجه، بس مش مسكره. اكلت حتتين لحد دلوقتي، حته اللحمه مش عجباني، بس انا حاسس لونها فاتح اوفر، يعني لونها فاتح فتحان اوفر، مش مستمتع بطعم اللحمه. ك 830 جنيه، لا تقريبا كده هيركن على جنب. خش عليه بعد. وتاني واحد معانا هو الاشهر، حضرموت عنتر، واقفه ب 410 يا جماعه بالتوصيل. هي سعرها 390، واخد 20 جنيه توصيل. قصر الكبابجي كان واخد 140 جنيه توصيل. وهل بقى حضرموت عنتر مدينا موزه؟ ايه ده؟ انت مكهنها لي؟ المفروض ان انا اغني اقول انا من بلدي. ده شكلها صغيره جدا. ده ورث، ده ورث ولا ايه؟ انت محطنها لي كده ليه؟ يعني مش فاهم هم لفين ده، انا واخد ورثي ولا ايه يا عم عنتر؟ هات يا عم الميزان، احنا الوحيدين اللي هنوزن لك الموزه. 377 جرام. هل بقى حضرموت عنتر لحمه دايبه ولا لا؟ بتتقطع اللحمه، بتتقطع من بعضها.
ها 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 ها. عايز استمتع كده زي ما بيعملوا في الافلام كده. لو احنا حطينا عظمها على الميزان يبقى احنا صفرنا قد ايه لحم؟ 200 جرام. يعني انا هاخد ب 400 جنيه 150 جرام لحمه، اللي انا عامل دايت. بعت لنا شوربه وطحينه وبتاع. اهو قصر الكبابجي ما بعتلناش حتى بنص جنيه طحينه. ده منظر اللي صافيلي في الموزه الضاني. بالله في ايرور. طالبين فتة موزه، احنا جالنا موزه مشويه. رز بسمتي عالمي، سكر. رز بسمتي بتاعهم عالمي. للامانه طعمها ما عجبنيش الحته الاولانيه. هدوق حته كمان عشان ما بقاش مثلا انا خدت من جنب مش يعني كده. حلوه بس مش مسكره الاوفر. لكن مش هي دي الموزه الضاني اصلا لحد دلوقتي. لا دي موزه ضاني ولا اللي فاتت موزه ضاني. خش على صبحي كابر اللي هو اساس الحوار ده، نشوف عامل ايه. وتالت معانا واحد صبحي كابر بعد ساعه ونص، وجاي لي من شبرا لمصر الجديده اللي هي شيراتون. واخد 45 جنيه توصيل. قصر الكبابجي كان واخد 140 جنيه. الكلمه دي هفضل اقولها كتير لان مضايقاني. صبحي كابر بقى يا جماعه، زي ما كنت بحكي لكم اني من وانا طفل كنت عامل الموزه دي وجبه. ايه بقى؟ وجبه بشواتي يعني. ظلمنا حضرموت عنتر لما لفها كده. طلع بردك نفس نظام الورث، لففها لوحدها. وطبق فته لا يسر. الفكره ان هو ده مش طبق رز انت مشتريه مع وجبه ب 400 جنيه. شكله مش قيم خالص، ودي حاجه لا تسر. لان كانوا بيقولوا ان صبحي كابر ملك الموزه في مصر. ده شكل الموزه عند عم صبحي. هنوزنها 450 جرام. هنعمل زي ما عملنا في حضرموت عنتر، هنفصص اللحمه. اللحمه ناشفه مش راضيه تتشد. بص كده. انا زعلت لان اصلا لا ده في عنف في الموضوع. المفروض ان الموزه الضاني بتبقى دايبه دوب. انتوا سامعين اللي من كتر الها في صوت حصل ان انا بايه، في حد بيشد في حد، ففي صوت بيحصل كده. الموزه مش عايزه تفك يا عم صبحي، غير اللي احنا بنشوفها في الفيديو. عم صبحي اللحمه مش هتطلع بامانه الله. ده انا بعصرها عشان تطلع، وبص تتقطع مني عشان تطلع. المفروض شايفين شفتوا يعني عشان اشد في نطرت دي معناها ان انا شديت بقوه يعني. فالموضوع صعب قوي كده. ايه ده؟ انا بحاول افصصها عشان اوزنها واعرف انا خدت قد ايه لحم بال 400 جنيه. اهي وريني كده. 167 جرام. يعني خدنا حوالي قول 250 جرام لحم مثلا، لان لسه فيها سنه. فيها البتاع اللي هو بيبقى جوه المواسير ده، مش سارقينه، سايبينهولك عشان لو انت راجل بتحب اللي كده اهو. بسم الله. مسكره وطعمها حلو الصراحه. ناخد حته موزه. هي موزه بص مدهنينه قوي. فيها الدلع بتاع الموزه بس حاسس سواها مش كويس. والاتنين اللي فاتوا ما كانش فيهم ريحه زفاره، ولا هنا موجود ريحه زفاره الصراحه. يا ولاد اللعيبه يا عم صبحي، على قد ما هي مستويه مش مستويه كويس بس مسكره قوي. الله، حسيت بطعم اللحمه الموزه بقى، طعم الضاني. اللي فات ده لحمه مسلوقه، ده لحمه ضاني تاني. ابعد عن الحته دي. كان ايه، انا لعبت غلط ولا حاجه؟ في حته عليها دهنه، بلاش. هات حته عاديه. لا مسكره، لحمه نضيفه فيها سنه الشوك ونضيفه مش وحشه. والرز معقول ولكن تغليف مش حلو، فبرضك مش احسن حاجه. ومش هو ده اللي هقول نجيب منه موزه ضاني. هيتفضل لنا حجوجه، وده الفيصل النهائي. وبامانه الله امام ربنا ان الحاجه دي انا شاريها بفلوسي. لا حجوجه دفع لي، ولا قصر الكبابجي دفع لي، ولا حد دفع لي، ولا هنجح حد بالامانه اللي هو اكون مثلا باخد حاجه على حساب حاجه. ربنا حسبني وانا حلفت على النعمه دي. خش على اللي بعده. واخيرا والامل فيها حجوجه، اخر موزه معانا. ما استمتعتش بولا موزه من اللي فاتوا، لا اللي ام 800 نافعه، ولا ام 400 نافعه، ولا اللي كان عاملها على ابو قديمه نافعه. انت يا حاجه اللي هتكرميني ان شاء الله.
ده ست زي امي يعني، مش قصدي حاجه، لا تفهموني غلط. سيب يا ابني شنطه الحاجه جنبي. حاسس ان في قيمه مقابل، حاسس في منفوخ كده. حاطط لي ايه يا حاجه ست الكل؟ ايه كارثه. طبعا دي مش رجل خروف يعني. دي مش رجل خروف يا حاجه، تذبحي مين؟ ذبحين مين؟ ذبحين مين يا حاجه؟ دي مش رجل خروف يا جماعه ايها المشاهد، دي المفروض فتة موزة ضاني، دي مش رجل خروف. ايه ده؟ كان راجل كبير ولا ايه؟ ايه ده يا عم؟ وفي زيادة. ايه ده؟ ايه يا عمي؟ كل ده؟ ايه الافتراء ده؟ للاسف دي ما لقيناش عند الحاجه فتة موزة، فقال لي انا هديك فتة بتلو، فتة موزة بتلو بعضمها. قلت له ازاي؟ قال لي انت مش هتعرف تفرقها. قلت له يا عم انا عامل يعني حاجه ليا وبتاع والكلام ده كله. فقال لي طب بص دي كده، فانا الصراحه قلت اجربها معاكم، وللاسف تقريبا هتبقى هي احسن من الضاني خالص، لان في ناس اصلا ما بتحبش الضاني. فهل تعلم عزيزي اللي ما بتحبش الاكل الضاني ولا الموزه الضاني انه توجد موزه بتلو بعضمها ولحم بتلو؟ وشايف ان هم ايه، في حاجه غلط، الناس دي في حاجه غلط. الفكره بقى ان ايه، هنوزنها. حط كده على الميزان وانا حاسس هي في ايدي انا. بص بقى عشان تعرف ان ايدي الحر ميزان. في ايدي انا دي كيلو. بسم الله. ايدي الحر مش ميزان؟ دي 670 جرام صح؟ 670 جرام. ولكن في حته تاني كده كام؟ 860 جرام يا ولاد الذين محترمين يا حجوجه. وب 400 وكام؟ 400 وكام يا جدعان؟ رسيت فين؟ 440 جنيه. 440 جنيه الموزه البتلو. دي موزه بتلو يا جماعه، عشان اللي ما يعرفش ان في حاجه اسمها موزه بتلو، عشان انا برضك كنتش يعني عندي علم من الموزه البتلو، ان دي زي الموزه الضاني بس برضك ايه، رجل يعني كده وفيها اللحمه. بص اتمنى من الله ان تطلع حلوه، لان انا دفعت فلوس، انا عايز اكل اصلا بعيد عن المقارنه، عايز اتعشى يعني، فهتضايق. ماشي لحد دلوقتي السوا مش وحش يا بوي على اللي انا بشده. خش معايا. ايه ده؟ هو السواد ده طبيعي ولا ايه؟ ولا ده بيبقى في البتلو؟ الريحه بنت لذينه، ولكن اللون ده مش عاجبني. لو ده طبيعي اللي بياكل يا جماعه، لو في حاجه في الموزه دي بيقولوا لي. ده عادي يعني ولا انا غلبان؟ اطلع حلوه العضمايه. يعني ماشي، يوصلنا حوالي 300 400 جرام لحم. تعالى بقى عند الحته دي. بسم الله. الله على الجمال، الله على الطعامه. حته لحمه كلتها سكر. ايه دي بتجري بتزحلق؟ لا دي ايه، مسلوقه شويه. طعم التوم واضح قوي في الفته دي. فته صعيديه مليانه توم. بص المنظر، توم والرز متسقسق شوربه باين، وايه وكميه توم وحاجه كده زياده. ده فلفل اسود ده ولا ايه، ولا جوز الطيب دي؟ ايه دي بقى اللي هو مداني مع الموزه دي؟ قال ايه دي؟ ايه يا جماعه، مفيش جزار في اللي اتفرج على الفيديو ده يقول لي ايه اللي انا اكلته ده؟ ايه ده؟ لحمه بيضه. ايه ده يا جدعان؟ مفيش حد هينصفنا النهارده ولا ايه؟ اديني حته من هنا يا حاجه. ايه بص، الحته المتحمره من بره بالزبده جميله، الباقي لحمه مسلوقه والفته معقوله. طيب للامانه انا مش مبسوط، لا من حجوجه ولا من قصر الكبابجي الغالي ولا من اصل الحوار دوت اللي عمل الموز في مصر وكان برنس فيها صبحي كابر. كنت باكلها زمان وكانت حلوه، لا وحشه. حضرموت عنتر بردك مش حلوه. كله حاسس ان دي لحمه مسلوقه، مفيش كواليتي لحمه، مفيش طعم يجذبك ان انت هتاكلها تاني. لا الموضوع عادي جدا، كميات قليله على اللي انا بدفعه. بصوا انا شايف ان الموضوع ده محتاج يتعمله جزء تاني، نجيب 4 مطاعم بره ال4 مطاعم دول خالص. انتوا بقى يعني رجحوا لي واكتبوا لي في الكومنت انا يعني اجيب مين اعمل بيهم المقارنه الجايه. كده معكم هاني فود، وما تنساش تعمل لي لايك وتكتب كومنت، ولو يعني مش عارف اقول لك ايه، سلام.